بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا من كل حد بيتفرج على الفيديو، أتمنى من الله إنك تدعمني بلايك، شير، تعمل اشتراك في القناة. بالله عليكم عايزين نوصل 1000 مشترك. النهاردة هتكلم عن تفسيرات أو بعض الرموز في رؤية الأسد في المنام. فالأمر ده من الرموز الشائعة ومن الأحلام الشائعة، فحبيت إن أنا أتكلم فيها أو أدي بعض الرموز فيها. على العموم أو في الغالب إن رؤية الأسد في المنام بشكل عام أو بشكل كبير جدا بتدل على السلطان، على العداوة الشديدة، أو شخص عدو قوي، أو رئيس في عمل أو رئيسك في العمل، يعني هكذا. أو ربما في بعض الأحيان بتيجي إنها بتكون تحذير، أو بتكون يعني شيء مش محمود قوي، وأحيانا بتكون مبشرة وكده يعني. ولكن الأسد دايما بيجي يعني لكونه ملك الغابة، فدايما بيجي بيرمز لحاكم، لعدو، لشيء طاغي في معظم رموز الأحلام بتاعته يعني كمثال، إذا رأيت الأسد يهاجم، يعني بيهاجمك في المنام، فربما الأسد لو بيهاجمك أو غاضب في المنام، فربما أنت لو في وظيفة، فربما في مشاكل لك في وظيفتك، أو في رئيسك، في مشاكل بينك وبين رئيسك، أو في حد في شغلك أنت بينك وبينه مشاكل يعني، أو حد في عنده سلطة أو مال أو جاه، فده في مشاكل بينك وبينه يعني. وفي بعض الأحيان الأسد ده بيرمز ربما لملك الموت، ربما يعني أحيانا بيرمز لملك الموت، لأنه يقتنص الأرواح. فربما في بعض الأحيان بيرمز لملك الموت، أو بيرمز لوجود حمى، يعني ربما لا قدر الله، ربنا يعافينا ويعافيكم، أحيانا بيرمز إن هيبقى في شيء محذر. يعني أنا ما بحبش أقول الرموز اللي هي المحذرة. ربنا يجعلنا من المبشرين بإذن الله تعالى، أو من اللي بيبشر الناس. الرمز الكويس برضو هنا، يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو انت مثلا حلمت انك انت بتواجه اسد وبتقاتله، يعني بتتشاجر مع اسد، لو انت حلمت ان انت بتتقاتل معاه وانتصرت عليه، او قطعته الاشياء لاشلاء صغيرة كده، فدي بشارة ليك بالحصول على يعني رجوعك لحق، او نصرة ليك، نصرة ساحقة او انتصار ساحق ليك. لو انت تشاجرت مع أسد وربنا كرمك وقدرت تتغلب عليه، فده انتصار. ولكن بقى إذا انتصرت عليه وقطعته الأشلاء، فده انتصار ساحق ليك بإذن الله تعالى على شخص كان ظالمك يعني. وهنا في رؤية تانية، انت مثلا رؤية هروبك من الأسد يعني. إذا رأيت أنك تهرب من الأسد، يعني لو انت شفت ان انت هربت منه من غير ما هو يشوفك أو يراك، ربما الحلم ده بيكون بشرى ليك بالنجاة من خوف، من شيء بقى انت كنت يعني عامل له، يعني شغل تفكيرك. هروبك منه ان انت ربنا هيكرمك يعني هيخرجك من كرب او ناس كانت عامله لك مشاكل، فانت ربنا هيخرجك منها باذن الله تعالى. دخول الاسد البيت، الاسد ده بقى دخوله البيت ده ليه 100 رمز. يعني الأسد ده دخل هادي، دخل يعمل مشاجرة. فدي النقطة دي أنا يعني لها تفسيرات كتيرة جدا جدا جدا، فبتختلف من رأي لرأي وحسب رؤيته. وعندك هنا الأسد اللي هو الصغير، أو الأسد أليف، إن هو جاي كصديق ليك يعني، فده بيرمز بالأمان، أو بيرمز لرب المنزل، إن هو إنسان قوي وقادر يعيش في وسط الناس وفي وسط الحياة، وقادر ياخد حقه من الناس، ولكن له سمعة طيبة والناس بتخاف وبتهيبه. وأحيانا الشبل الصغير ده بيرمز للولد الذكي. ربما انت اذا شفت شبل او اسد صغير، فده بيرمز لابنك، ان هو ابنك ده هيصبح انسان قوي ولكن حكيم وذكي.
هكذا يعني. انا قلت الرموز المهمة، ولكن انا يعني عايز اطمئن اللي بيسمع الفيديو ان الاسد دي رموزه لا تعد ولا تحصى، لان في بعض الاحيان الاسد ده بيرمز للجان، لملوك الجان ولخدام الجان هكذا. فاذا كنت وصلت معي للمرحلة دي، من فضلك اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجيلك. واتمنى من الله انكم تكملوا قناة ال1000 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.